السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى ان شاء الله تكونوا كلكم بخير وعلى خير، تكونوا في احسن الاحوال. مرحبا بكم في كويزين الهام. اليوم غادي نشارك معكم كمية كبيرة ديال الكعك. غادي نحضروا 2 كيلو ديال الطحين ديال الكعك، وغادي نعطيهاكم مقادير اللي هي مضبوطة، يعني يعني واحد النصائح اللي هي مهمه اللي غادي تنجح معكم الكعك ويجيكم هكا مقرمش، يعني كيجي قاصح من برا، يعني خطح كالحبه يعني ما كتفتتش، وفي نفس الوقت ملي كتاكلو كيجي مرمل ويجي هشيش، كيجي مقرمش، كيجي زوين بزاف. تابعوا معايا الفيديو الى الاخر. غادي نبداو ان شاء الله بالطريقه والمقادير في نفس الوقت كما العاده. غادي ندير كيلو 2 كيلو ديال الطحين خاص بالحلويات، يعني الدقيق الابيض. غادي نضيف عليهم 2 كيسان ديال الزجلان. الجلان يكون محمر مزيان، يعني هكا صاين، يعني مكمول، ما طحنتو ما والو. عندي 2 كيسان اخرين طحنتهم مزيان تصبحنا على هذا الشكل هذا، يعني طحناه مزيان باش يطلق المذاق ديالو. كيما انا عزيز عليا الكعك يكون مقوم، ما نبغيش ندير هكا غير الفرينه وشويه زجلان وشويه زرع، نبغي نديرو مقوم. هنا كيما شفتوا درت كاس ديال الزراره، عندي فيها النافع، حبه حلاوه والبسباس، يعني مخلطين. النافع كيكون غالب على حبه حلاوه والبسباس. وغادي نضيف كذلك 4 ديال الخمارات، كل خماره فيها 7 غرام. بالنسبه للمقادير ان شاء الله غادي نخليه لكم يعني مضبوطين في صندوق الوصف، غادي نخليه لكم بالغرام ان شاء الله. كذلك غادي نضيف نص معلقه ديال الخميره الفوريه، ونص معلقه ديال الشنان، واحد الزريعه يعني ديال الشنان، ما تكثروش منها كتجي مره الا كثرتوا منها. عندي نص معلقه ديال الملحه. هنا كنحاول نفهمكم باللي هذيك الخميره وداك زرعه الشنان والملحه راني درتهم، غير هو انا كانت اللحظه اللي درتهم كانت الكاميرا حابسه، داكشي علاش حاولت غير نوري لكم القياس شحال درت. صافي دابا غادي نزيد 3 ديال الكيسان ديال السنيده. بالنسبه للحلاوه حسب الذوق، بغيتو تنقصوا شويه نقصوا، يعني هذا القياس هذا جات الحلاوه ديالو هي هذيك نيشان. غادي نخلط هاد النواشف مع بعضهم حتى يتجانسنا الخليط ديالنا على هذا الشكل هذا. كنبقاو نخلطوا. بالنسبه للزريعه ديال الشنان، الا بغيتو تضيفوها ضيفوها، ما بغيتوش يعني ماشي ضروريه. كانت عندي متواجده ودرتها، كتعطي واحد المذاق زوين للكعك ديالنا. هنا غادي نضيف الزيت والزبده. هنا درت كاس الاول ديال الزبده، انا 4 ديال الزبده ذوبتها كامله، يعني 250 غرام ديال الزبده ذوبتها كامله. وغادي نكملها زيت كما شفتوا، عطاتني كاس ونص. هنا زيت كملت كاس يعني الثاني، درت كاس الثالث ديال الزيت، وغادي نزيد كاس الرابع. يعني عندنا 4 كيسان ديال الزيت، يعني كاس ونص ديال الزبده وزدت 2 كيسان ونص ديال الزيت. يعني هذا هو القياس ديال الزيت اللي درت، بالمجموع 4 ديال الكيسان. صافي غادي نخلط مزيان هاد الزيت والزبده اللي درت، وغادي نخلطهم مزيان حتى كتطرب منا العجين ديالنا مزيان. بالنسبه للزبده الا بغيتو ما ديروهاش، يعني كتخرج نفس النتيجه، يعني حتى لو درتو غير الزيت راه كيخرج لنا الكعك ديالنا مزيان. الا كنتو تبغيوها ديروها، ما كنتوش تبغيو الزبده، كاين اللي ما يبغيش الزبده بلاش، يعني ديرها كلها زيت. صافي كما شفتوا غادي نستمر هكا، غادي نخلط مزيان. من بعد ما رملت العجين ديالنا مزيان، غادي نضيف دابا كاس ديال الماء زهر، كاس ماء زهر. يعني الا كنتو ما تبغوش الماء زهر استعملوا الكميه كلها ماء. انا نضيف كاس ديال الماء ديال الزهر، وزدت عليهم 3 الكيسان ديال الماء، يعني 4 الكيسان بالمجموع. يعني كنديروا نفس القياس ديال الزيت كنديروه ماء، يعني كتجينا العجينه هي هذيك. نتوما لا دعت الضروره زيدوا واحد شويه، بصح ما تفوتوش نص كاس، يعني كاع 4 كاس، يعني الا زدتوا زيدوا 4 كاس على هذا القياس اللي عطيتكم الا جاتكم العجينه قاصحه بزاف. صافي كما شفتوا يعني غادي نبدا نضيف الماء بشويه بشويه وانا كنعجن، يعني تقريبا على 3 ديال الدفعات، يعني نضيف شويه في الاول وانا كنعجن. بالنسبه للعجين ديال الكعك غير عجنوه مزيان، ما تخافوش منه، يعني خاصها تدلك، هي اصلا خاصها تدلك مزيان. صافي غادي نستمر بهذه الطريقه، يعني انا كنعجن وكنضيف الماء حتى كتجمعنا العجينه ديالنا. هنا كما شفتوا ضفت الكميه كامله ديال الماء اللي بقات لي. صافي وغادي نستمر في الدليك. بالنسبه للعجينه ديال الكعك ما خصهاش تكون جاريه، خصها ضروري تكون شاده في راسها شويه، تكون قاصحه. هي كتشابه شويه مع العجينه ديال الشباكيه، الا كنتو تعرفوا ديروا الشباكيه تقريبا.
غير واش هو يعني كتكون قاصحه وكنستمروا في الدليك، يعني من بعد ما كترتاح واحد شويه كتولي مرخوفه العجينه وكنشكلوها عادي. يعني ما تزيدولهاش الماء وما تجريوهاش، الا جريتوها غادي يجيكم الكعك ديالكم رطب، ما غاديش يجي زين، ما تيجي هكا مقرمش وفيه ديك القرمشه هكا زوينه. هنا كما شفتوا يعني العجينه يعني كنديرها في يدي هكا كتجيني رطبه وكتشكل، يعني كي نبغي نديرها هكا حربول هكا كتجي كتشكل عاديه. انا ما غاديش ندلكها بيدي، نتوما انا كنتو تدلكوها بيديكم، يعني تستمروا ما بين 5 حتى ل 10 ديال الدقائق. انا درتها في هذه الماشينه هذه ديال الكعك اللي معروفه بها هنا الجهه الشرقيه، ناس وجده يعني يخدموها بهذه الماشينه هذه. انا غادي ندوز العجينه ديالي كامله في هذه الماشينه، يعني هذه الماشينه كتعاونها باش تدلك، يعني غادي ندلكها غير في هذه، غادي ندير فيها العجينه ديالي كامله ومن بعد عاد نولي نشكل الكعك ديالي. نتوما الا ما كانش عندكم هذه الماشينه يعني دلكوها بيديكم عادي. هنا كما شفتوا من بعد ما كملتها كامله غادي نقسم العجينه على زوج، النص الاول يعني غادي نخدمه والنص الاخر نخلي حتى نكمل النص الاول عاد غادي نخدم، لان 2 كيلو بزاف، يعني غادي ندير غير النص، غادي نخدم النص الاول ملي نكمله عاد نجيب النص الاخر ونخدمه. كما شفتوا كنقطع القياس ديال 4 ديال الصبعين باش يجيكم الحبات يعني متقادين وما يجوش يعني شي كبير شي صغير، تجي هكا الحبات تقريبا متقادين. يعني كنعبر 4 ديال الصبعين ونقطع صافي حتى كنكمل العجينه ديالي كامل على هذا الشكل. صافي كنبدا نشكل الكعكات ديالنا هكا كتجي سهله، يعني باش في الساعه كتكمل، يعني واخا تكون غير يديك بوحدك هكا تكملي في الساعه، يعني واخا ما يكونش عندك اللي يعاونك. صافي كما العاده يعني راني سبق لي شاركت معكم الكعك، يعني القياس ديال الكيلو، اللي بغى الكميه قليله ديال الكيلو ولا يرجع الفيديو عندي في القناه، يعني درت القياس ديال الكيلو. صافي من بعد ما كما كتشوفوا الطريقه يعني كنجي ما رقيق، ماشي رقيق بزاف وماشي غليظ بزاف. صافي كنشكلهم هكا على شكل الكعك، طريقه سهله. صافي نحطوهم على جنب. يعني نتوما بالنسبه للطياب بغيتو يعني كنفران قريب عليكم، يعني كطيبوا يعني كنتوما كتشكلوا في الكعك نتوما كطيبوا. الا بغيتو حتى تكملوا الكميه كامله راه ما عليها والو، انا حتى كملت هذه الكميه كامله ديال 2 كيلو ديال الكعك وعاد بديت كنطيب، يعني حتى كملتهم كاملين وعاد بديت كنطيب فيه، حيت هو الا واخا يبقى ما واخا كتبان لك العجينه نشفت هكا في اللاطا ولا هذا ما عليها حتى شي حاجه، يعني كيجي مزيان عادي. صافي غادي نستمر بهذه الكيفيه حتى كنكمل. او الا بغيتو طيبوهم على برا يكون احسن، يعني كتكملوا الكميه ديالكم كامله وكتصيفطوها للفران ديال الحومه، كيجي حتى هو كيجي مزيان. من بعد ما كملت الكعك ديالي كامل، يعني بعد ما شكلته كامل، جبت واحد الحبه ديال البيض، درت فيها شويه ديال النسكافيه وشويه ديال الحليب، تقريبا واحد المعلقه كبيره، خلطتهم مزيان. صافي غادي ندهن الكعك ديالي هكا بالشيته، نحاول ما نهش بزاف في داك الشيته باش ما يطيحناش مع الجناب، يعني هذه النقطه مهمه، ما تطيحوش البيض مع الجناب باش ما يجيكمش محروق من التحت، يعني حاولوا ديروا غير من الفوق. هذاك الشيء علاش كنستعمل هذه الشيته هذه كتجي مزيانه احسن من الشيته الاخرى ديال البلاستيك، يعني هذه حسن كتساعد حسن ما كطيحش البيض مع الجناب. صافي كندهنوا بالزجلان. في هذه الاثناء كنكون شاعله الفران يعني على 180 درجه، خليوه حتى كيسخن مزيان ونبداو نطيبوا الكعك ديالنا. بالنسبه للطياب في الفران مهم، يعني خاصنا العافيه تكون مهيله، تكون بحال اللي كنطيبوا الصابلي، يعني الطياب اللي كنطيبوا به الصابلي نيشان، يعني ما تكونش مجهده ما تكونش ناقصه كاع، يعني تكون بحال كما كنطيبوا الصابلي، يعني ما تكونش مجهده نهائيا، خاصها تكون مهيله العافيه ديالنا باش يطيب على خاطرو ويجي محمر ويجي مقرمش. صافي غادي نستمر حتى نكمل الكميه ديالي كامله ونرجع معكم. ها هو الكعك ديالنا من بعد ما طاب، يعني خلينا حتى تحمر مزيان من الفوق ومن التحت وصبح اللون ديالو مذهب، عاد كنخرجوه من الفران، يعني كنعطيوه الخاطر في الطياب ديالو. هذه هي الكميه اللي تحصلت عليها. بالنسبه للكميه 2 كيلو ديال الطحين عطاتني 3 كيلو ونص ديال الكعك، حيت هو يعني كيجي خفيف بزاف الكعك، يعني ما كيعطيش بزاف، يعني 2 كيلو ديال الطحين مع الزجدان اللي درنا مع باقي المكونات اللي درنا، يعني عطاتني 3 كيلو ونص ديال الكعك هكا طايب. بصح كيجي رائع، كيجي زوين بزاف كما كتشوفوا الحبه، يعني كنزا نطيحها بيديا، كنحاول نبين لكم بلي راه خاصها وفي نفس الوقت كيجي هشيش وكيجي المذاق ديالو رائع، كيجي مقوم هذاك الزجلان اللي درنا والزرارع، كيجي المذاق ديالو رائع. غير تبعوا الطريقه اللي درت وغادي ينجح معكم ان شاء الله. خليتكم على خير، الى فيديو قادم ان شاء الله، مع السلامه.